ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا متابعين قناه يوميه طبخ في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غدا نخدم بريوات ديال الحوت او مستيرات الحوت، وغادي نشارك معكم هذا الفيديو. كما كتشوفوا عندنا هنايا وجدت كلشي، عديت معكم الفيديو. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على خير الانام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. الى المقادير وطريقه التحضير. هنا وجدت كما قلت لكم كلشي حطيته حدايا. عندي هنايا كيلو ديال الفرخ او كيلو ربع ديال الفرخ، عندي نص كيلو ديال الكروفيت، عندي نص كيلو ديال السيبيا ولا الكالامار اللي درتو انا. عندي هنايا السيبيا، عندي هنا 4 الباكيات ديال شعريات الروز، عندي شامبينيون نوار. انا حطيت داكشي كما جبتو حطيتو، يعني كما غنخدم في داري غدا بلا بروتوكول بلا حتى شي حاجه غدا نخدم معكم. هنا عندي جات 10 دراهم ديال شامبينيون نوار، وعندي هنايا شامبينيون معلب، عندي صوص صوجا، عندي العطريه ديال الحوت، وعندي العطريه ديال بسطيلات الحوت، عندي شي دريسه ديال الثومه، فرماج احمر. هادشي ما غنديروش كله، غندير غير واحد الطريف. عندي الحامض، لا حامض عادي اولا الليمون الحامض. عندي هنا الحامض مصير، عندي الهريسه، وعندي ضامه ديال ضامه البنه ديال الحوت، وعندي العطريه هنايا كامله، وعندي الربيع مقطع قزبر ومعدنوس. العطريه كامله بلاتي هدايا. عندي الثوم بودره، البزار، تحميره، خرقوم عرق، سكينجبير والملحه. هذه هي العطريه اللي غادي نحتاج، وهادو هما المقادير ولا اللي غنحتاج كاملين في البسطيله. ومن طبيعه الحال عندي الورقه البسطيله ديال راني جبتها خليتها. اول حاجه غادا ندير، سيري هدايه تفضلي. السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني كتبتو هذا الفيديو. عندنا الفيديو غنصايبوه بالبسطيله. اول حاجه غنديرها سلقت الكروفيت. بعدا هو شورت الكروفيت، درتهم في الماء وصفيتهم. وغادي ندير الشعريه الصينيه. انا تنديرها في تغلى 3 دقائق عاد كنطفي عليها، كتجيني هكا احسن من نخوي عليها غير الماء. بالاخص هذه ديال الروز كتبغي تطلع فيها الغاليه، تقريبا 3 دقائق وكنطفي عليها. غادي نديرها تسلق ونرجع معكم. بعد ما درت الشعريه تسلق، درت هنا الثومه قشرتها. دابا غنعصر هاد الحامض. ناخذ العصير ديال الحامضه كامله. حنايا كنعصرو في هادي، كنعصرو على بحال كنعصرو الليمون في رمضان. حلو. دابا غنقطع عصرت الحامض، غنقطع حامض مصير، غنحيد ليه الزبد ديالو، ناخذ منه غير اللب. اصدقائي نسيت ما قلتش ليكم، نسيت نقطعها مزيان. شاهدوا معنا الفيديو كامل باش تشوفوا طريقة التطبيق، وكنتمناكم تجربوها. صافي غنقطع الحامض مزيان رقيق، وغادا نحك الثوم ونرجع معكم. هنا راني قطعت هذاك الحامض مصير، قطعته مزيان بالقطاعه ديال الربيع، قطعته مزيان حتى تنين. ودابا راه حكيت الثومه. بعد ما حكيت الثومه غادا ندير هذاك العصير ديال الحامضه كامل. غادا ندير الربيع غندير كميه كبيره، حيت هذا الشيء غنخدم به هاد الشرموله هذه اللي غنصوب، غنخدم بها الحوت كامل. غادي ندير الهريسه، واحد المعلقه هدايا. غندير الهريسه، وقبل غندير الكنور ديال الحوت، غندير 2 بلاتي هدايا. جوج ضمات البنه ديال الحوت، هما كيعطيو كيزيدوا واحد اللذه. طيحتي كيزيدوا واحد اللذه زوينه المستره ديال الحوت. ودابا غندير العطريه. غندير معلقه صغيره ديال البزار، غندير 2 معالق عامرين مزيان
ديال التحميره، وغادي ندير 2 معالق ديال خرقوم بلدي، وغندير مطريه سكنجبير هي حتى كبيده عليا، وغندير 2 معالق سكر ديال السكنجبير، وغندير المليحه غير شويه ما غنكثرش حيت عندي الحامض مالح لسه مالحه وعندي الصوجه وعندي، فغندير شي شويه وحتى نذوق ونشوف واش غنزيد. وغندير ثوم بودره حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين، غندير واحد المعلقه صغيره. غندير العطريه الحوت، هاد العطريه هي اللي عليها الدور، عطريه الحوت غندير 2 معالق ونص كيعطي واحد اللذه زوينه. وهنا العطريه ديال بصيرات الحوت هي غندير بحال 3 معالق. اصدقائي مني انا نزيد واحد نقول شويه لكم كتعطي واحد غادي اللذه زوينه. اصدقائي انا كنت وغندير الهريسه انا كنفضل انني ندير هاد الهريسه المعجونه، كتجيني احسن من السودانيه. اللي بغى يدير سودانيه يديرها. غادي ندير شويه الهريسه بالزيت لحيتاش هاد بسيطلات الحوت تيبغيو يكونوا فيهم ديك اللسعه ديال الحار، كيبغيو يكونوا شويه زايدين شويه في الحار. وغادي ندير صوص الصوجه. اصدقائي حنايا باش اول مره كنجربوا هذه. صافي غنخلط كلشي مزيان. اصدقائي انا نسيت قلت لكم ديال خلط مزيان باش هذاك الضامط البنه هي تفرست لينا مزيان. صافي غنحيد هاد القراعي من حدايا ونخوي لون طرافاي ونتلاقاو باش نبداو نشرملو في الحوت. نسيت هنا الكمون، غندير واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، ما نكتروش بزاف ولكن ضروري ما تكون نسيتو الا فكرتو انا زدتو. صافي غنخلط ونرجع معاك. هي كتحيد كتنظف في وسط العمل كتحيد في القراعي. نتلاقاو في المرحله الجايه. بسم الله غناخذ واحد كميه من هاد شرموله، وغادا نشرمل هكا الفرخ حيت غندخلو الفران. اللي بغا يبخرو انا نفضل انني ندخلو الفران. شعل الفران يسخن من الفوق ومن التحت. اصدقائي لكن ناخذ من الترميله كميه قليله، كميه كثيره هدايا على حساب داكشي اللي غيشرمل لينا الحوت ديالنا. ولكن وكنخليو منه بحال هكا، كنخليو من هاد الترميله اللي بقات لينا كنخليوها. صافي غادي نستفو في هاد اللاطه ندخلو الفران ونرجع معكم. هنا درت شامبينيون في هاد الزلافه وغنخوي عليه الماء طايب ونخليه يترقد مزيان. عاد نرجع نغسلو ونصفيه. جبت مقله حطيتها في القلبوطه، ندير شويه ديال الزيت بلديه، غندير 2 معالق من هذيك الشرموله، وغندير الكروفيت الشحر. بسم الله. نصوتي الكروفيت يتشحر وتشرب ليه الكاس، ماشي بزاف 2 دقائق ولا ما نعطيوش بزاف ديال الطياب. نديرو فشي شبيكه يتصفى وندوزو نشحرو
السيبيه ديالنا. وهنا تكون البوطه مجهده، ما تكونش البوطه ناقصه ما يطلقش لها بكروفيت الماء. هنا درت هذيك السيبيه تغلى مع شويه الحليب، طلع فيها غير الغاليه ونصفيها باش حتى هي ندوزها في هاد الشرموله هادي. صافي هنايا راه بارك عليه غنحيدو نديرو في الشبيكه يتسقر، وفي نفس المقله غادا ندوز حتى السيبيه نحيدو ونطلقو في المرحله الجايه ان شاء الله. باش العافيه راه مجهده، نفس المقله غنعاود نحطها، نعاود ندير شويه زيت بلديه. هنا السيبيه راني صفيتها، سقرت من الحليب مزيان. نعاود ندير 2 معالق من هذيك الشرموله، ندير ديك السيبيه اللي سقرت من الحليب مزيان. صافي حتى هي تكون العافيه مجهده، حتى هي واحد 3 دقائق تكون العافيه كما قلت لكم مجهده باش ما يطلقش لينا الماء، ونديروها حتى هي تصفى. نشحر، نخلي هاد السيبيه تشحر وغنمشي نقطع الشامبينيون نوار ديك اللي كبيره نقطعها ونطلقوا في المرحله الجايه ان شاء الله. بعد ما حيدت السيبيه وقطعت الشامبينيون، صفيت الشامبينيون المعلب حتى هو وغسلته. دابا غادا حتى هو غادا نصوطيه، حتى هو غندير واحد 2 معالق من الشرموله، وغادا ندير من الشامبينيون التوعه باش كلشي يجي بزاف. غنصوطي هادشي، غنمشي نقطع الفيرميسيل شويه بعد ما حتى هي تقطرات، ونشوف الفرخ ديالي فين وصل. اللي بغى يدير زيتون مقطع يديرو، انا ما تنديروش اولا ما غنديروش، يعني بعض المرات نديرو بعض المرات لا، انا ما غنديروش. وكذلك طماطم مركزه اولا مطشه الحك انا ما تنديرهاش. كاين اللي تيدخلها في شرموله، انا ما تنديرهاش. ها هي الشرموله ديالي اللي تندير، الطريقه ديالي هي هذه اللي شاركت معكم. نشوفوا الفرخ الفران، ها هو راه طاب ونجبدو. هذا حتى هو نفرتو، ولكن ما غاديش نفرتو يكونوا طروفه، يعني نفرتو بزاف غير ما يكونوش دوك طروفه رقاق، نخلي طروفه شويه غلا. نتلاقاو في المرحله الجايه ان شاء الله. هذه هي الشعريه الصينيه بعد ما سقطرات مزيان وبردات، قطعتها ودرت ليها نفس الطريقه ديال الحوت. درت ليها حتى هي 2 معالق ديال شرموله وحتى هي صوتيتها شويه. ها هي كتجي بهذا الشكل هذا هو الحوت كامل من بعد ما جمعته. وداك الفرخ حتى هو من نقيته وقطعته. هنا شامبينيون ونواغو معلب حتى هو درته هنايا. دابا غنخلط دابا كلشي. بسم الله على بركه الله. كما شفتوا انا درته في السقطر، وهذه هي هذاك الزويت اللي تسقطرات منه، هذه غنحتاجها ما غنلوحهاش. غنحرك الكل باستخدام ايديا بطبيعه الحال. غنحرك الكل. اصدقائي ما تحركوش بالعاصفه، هي دايره الايد اللي كتبرد القلب. ها هي منعوش لكم على الريحه اللي طالعه منها تبارك الله ما شاء الله. صافي بعد ما غنحرك كلشي غادا نحك عليه واحد طريف ديال فرماج حمر.
هنا في هذه المرحله هذه كنذوقوا كنشوفوا لا خاصو شويه الملحه خاصو شويه الحار. كنقادو المذاقات. اصدقائي الفرماج كنديروا ليها طريقه. صافي انا غادي نغسل ايديا باش نحك الفرماج ونتلاقى. تمام. صافي دابا غادي نحك الفرماج. الفرماج حمار حتى هو كيزيد واحد التعليكه واحد اللذه. يا سلام. حتى هو كيزيد لها واحد البنه. واللي بغى يديرها بسطيله كبيره راه تيدير الكالامار باش يجي باين ويخليه داير. هنا انا غنديرهم غير بريوات وبسيطات صغيورين. صافي غنحط الفرماج ديالي ونتلاقاو ان شاء الله بلي نبغيو نبداو نعمرو في البريوات وفي البسيطات. نتلاقاو ان شاء الله. صافي هنا بعد ما خلطت كلشي بعد ما حكيت الفرماج وخلطت كلشي هنا عندي ورقه ديال البخار وهنا هذيك الزويسه اللي تسقطرات من الحوت اللي طيبت ديك السقطر غنزيد عليها شويه ديال الزيت وغدا نخدم بها الورقه ديال البسيطات. هنا غناخذ النص ديال الورقه نقطعوه على 4 على شكل مثلثات. ورقه ديال البخار اللي استعملت انايا. المهم انايا راني بديت كنخدم حيت عندي واحد السيده ويمكنش لي نصور السيده معايا. هنا قطعت الورقه مثلث يعني كل ورقه على 4 على شكل مثلثات على هذا الشكل. كنديروا هذه راه ديال البخار راه كتجي زوينه. كنديروا الجهه اللي هي رطبه اولا ملسه كندهنوها بحال هكا بشويه من هذاك لاصوص اللي تسقطر لينا من الحوت مع زدت عليه شويه ديال الزيت. كنجيب واحد الطاسيل بحال هكا كنحط واحد السيركل كندير واحد المثلث بحال هكا كنهز واحد الكميه ديال الحوت اللي غتقدني في هذا السيركل هذا. يعني نتوما كتختاروا السيركل اللي يعجبكم. ها هما كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله راه ها هو الحوت كاين. يعني كاين الحوت في الشعريه ماشي غير الشعريه اكثر من الحوت. صافي وكنبداو كنطويو بحال هكا كنطويو كنجمعوا هاد الجنبات كاملين بحال هكا وكنغطيو هكا. كنجيب واحد المثلث واحد اخر. هنا راني درت الورقه ديالي في واحد البلاستيكه باش ما يضربش ليا البرد وتولي قاصحه ياك. كنجيبو كنشدو هذاك المثلث كنسرحوه كنعاودو ندهنوه حتى هو بشويه من هذيك الزويته بحال هكا. كنجيبوها من الفوق باش تجينا ساهله. كنجيبو هاد ديال هذاك السيركل كنديرو ليها بحال هكا كنحيدو السيركل بهذا الشكل هذا كنخدمو السيطلات ديالنا. صافي بحال هكا كنجمعو دوك الجنيبات بهذا الشكل هذا وكنقلب البسيطله ديالي بحال هكا. كنرجع السيركل كنقاد وكنورك عليها بحال هكا. صافي كتجي على هذا الشكل هذا وكنحط نخدم معكم حيده اخرى. نجيب جوج ديال المثلثات نخدم هاد الدايرين عاد باش نكمل الدايرين عاد نبدا ان شاء الله في المربعين. نحل المثلثات ديالي غندهن بسم الله ندهنهم بجوج هاد المره وكنحط بحال هكا بسم الله. نحط هذه الكميه ديال الحشوه بحال هكا. نجيب هذه
طريقه سهله جدا. صافي حتى نبقى على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، وغادي نوريكم كيفاش غندخلهم الفران يديروا غير ينشفوا، نخرجهم ندهنهم ونجمعهم بحال هكا. صافي انا غادي نكمل كما شفتوها هي تنعمر اللاطه ديالي ونكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم باش نخدموا البريوات. ما كملت بسيطلات الدايرين، فانا غنبدا دابا في المثلثين اولا بديت فيهم. درت الورقه قطعتها على 4 وكنجي كنبدا نهز شي شويه ديال الحشوه بحال هكا وتنديرها، نجيب هذا القنت هنا على شكل مثلث ونضرب هذا بحال هكا صافي، وكنبدا نمشي هكا على شكل بريوات بحال هكا صافي. هاد الطرف هذا غنقص منه بحال هكا بالمقص، هذا كذلك، وغندير شي شويه ديال الطحين بحال هكا باش نسد هاد البريوات. غندخلهم بحال هكا لداخل على شكل عادي يعني بريوات 30 صافي، وكنقاد بحال هكا صافي ونكمل حتى نكمل. ما غندهن لا ورقه لا حتى شي حاجه، حيت اصلا البريوات انا بغيتهم باش نقليهم ان شاء الله، فما غندهنهم بما حتى شي حاجه، يعني ما غندهنهم لا بزيت لا والو صافي. نكمل بحال هكا بالطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال البريوات كامله صافي. بعد ما نكمل غنوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ. البريوات غنحتفظ بهم بحال هكا حيت كما قلت لكم باغا نقليهم، و البسيطلات غندخلهم ندير ليهم واحد نص طيبه ولا غندخلهم الفران ينشفوا ونخرجهم ندهنهم. انا غنوريكم باش غندهنهم، غنكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو في مرحله جايه ان شاء الله. وهنا بعد ما كملت البريوات كيجيو على هذا الشكل. هادو اللي بغى يديرهم كبار كيقسم الورقه غير على جوج كيجيو قد هذا الشكل، واللي بغى يديرهم صغار هذا الشكل هذا راه الشكل هذا الشكل الاخر هذا راه قسمنا الورقه على 4 كيجيو هكا مميين صافي. ها هو تبارك الله ما شاء الله راه كتخرج كميه كبيره. وهذه هما البسيطلات الصغار اللي درنا من غير درت هنا كاينه 18 كاينه 2 4 6 8 10 12 14 16 18 كاينه 20 و8 دخلتهم الفران يطيبوا. الدراري قالوا لي بغينا ندوقوهم، غنوريهم لكم هما اللي غنوريكم كيفاش جاو في الاخر. هادو غندخلهم ميم با واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق الفران ونجبدهم. غندهنهم بالبيض وصوص الصوجا صافي، نخليهم تيبردوا ونجمعهم نديرهم في الفريغو. هادو غنجمعهم بحال هكا صافي يدخلوا يتكونجولاو صافي. ما غادي ندهنوا حتى شي حاجه لحيت هاد البريوات غنقليهم، وهاد ان شاء الله هاد البسيطلات اللي نبغيهم غندخلهم الفران. غادا نتلاقى معكم في المرحله الجايه ان شاء الله. كنديروا هادو كنديروا منهم حنايا غير حنايا بغينا حين صغير حنايا اللاطه داتنا فيه 20، ولكن تقدروا نتوما تزيدوا ديروا من 20 اكثر منها. دخلتهم تقريبا واحد 4 دقائق. درت هنايا بيضه كامله ودرت واحد المعلقه ديال صوص الصوجا. غندهنهم وغندخلهم غير نشوف ليا داك البيض اللي عليهم صافي، نخرجهم حتى يبردوا ونجمعهم نديرهم في شي صوبيره، وما بين طبقه وطبقه ندير واحد البلاستيكه كما درت في البريوات. انا غنوريكم البريوات ها هما بريوات ما بين طبقه وطبقه كندير بلاستيكه باش نهز ديك الطبقه وتبقى لي الطبقه الاخرى في الصوبيره بحال هكا صافي. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد البسيطلات اللي غنطيبهم تطيبه كامله. ما غندهنهم حتى شي حاجه، غنطيبهم مباشره بلا دهين بلا والو. شوفوا كيفاش جا. انا غنكمل نتلاقاو. هادو البسيطلات ديالنا بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل كيجيو زوينين.
هادو كما قلت لكم ما مدهونين ما حتى شي حاجه، دخلتهم الفران حيت طيبتهم في نفس النهار. اما اللي كما شفتوا معايا اللي غندير في الكونجيلاتور، فانا غندير كما شفتوا درت لهم غير نص طيبه ودهنتهم باش ملي ندخلهم الفران يجيوني محمرين على هذا الشكل، كيجي اللوين ديالهم زوين وكيجيو. انا حكيت فوق منهم غير شويه ديال الفرماج احمر الواحد باش بغى يزوق، كيجيو على هذا الشكل. الورقه كما سمعتوا كتجي مقرمشه وزوينه، كيجيو من الداخل زوينين، كيجيو على هذا الشكل. البريوات انا ما نطيبش منهم، غير هاد البسيطات اللي بغيت نطيب منهم الدراري ما صبروش، فطيبت ليهم شي شويه باش يذوقوا. ونتمنى انهم يعجبوكم والفيديو ديال اليوم يعجبكم، نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد البسيطات والبريوات ويصدقوا معكم ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا جيم وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو. اصدقائي شوفوا ديروا لايك، عافاكم وفعلوا الجرس يوصلكم اي جديد. وعواشركم مبروكه، رمضان مبارك سعيد. ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.